السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عائلة حياة فاميلي. تفنتخ 2020. أسرع. ما سمعت التهزيل اللي تهزاته؟ قالوا مش شينكو ما صح ما قال. طلعت 2020. هو الأسبوع اللي فات واحد قال شينكو فقالوا لنا غلط. شينكو معناها 5 الظاهر ولا إيش ما أدري. anyway حابين نتفلسف. جمعتكم مباركة جميعا إن شاء الله، وعسى ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويبارك لنا ويبارك لكم إن شاء الله. وجيناكم فيديو جديد. يا الله، فيديو بعد الألف. اي والله. حابين نشكر كل من ساعدنا وساهم معانا ووقف جنبنا ووصلنا، خلانا لين ما نوصل. صراحة كلمتها مليون مرة تعالي صوتها، الحين أصرخ إيش أقول؟ وصلنا الألف. والله يعني يمكن الكثير، الأغلبية يقول الألف يعني لسه صح دوب هذا، بس الألف بالنسبة لي يعني ولينا كعائلة حياة فاميلي كانت شيء كبير، كم مليون، لدرجة إنه يمكن اللي شاف الفيديو اللي نزلناه حياة بنتي يعني خلاص قربت تبكي لأنها ما صدقت. هذا دل إنه إحنا من جد جهدنا وتعبنا إن إحنا نحصل على هالرقم، وإنه دافع لينا كذلك إن إحنا نكمل، إنه إحنا اللي قدمناه عجب، لو كان رقم 1000 مش هي يعني 1000 عائلة، 1000 شخص، 1000 طفل، 1000 بيت يتابعك. فيلا وأملنا إن شاء الله وفعلنا إن شاء الله ربي نقول بإذن الله نوصل المليون إن شاء الله. ممكن إضافة لنجاة يعني كلامها، أنت عارف أكثر شيء عاجبني مش الألف صراحة، أنا اللي عاجبني إنه والله في ناس في نيوزيلندا، ناس في أستراليا، صح. ناس في كندا، ناس في النرويج، ناس في السودان، ناس في الصومال، يعني ناس في أعطيني الصين، وناس في إندونيسيا، وناس في الهند. صح والله في كل مكان. إيش ممكن أقول؟ ما أقول إلا غير الحمد لله رب العالمين. يكفينا فخر والله العظيم بالألف هذيلا، والله يكفيني فخر الحمد لله رب العالمين. يمكن أولادي هم بدوها زي ما قلنا زمان قبل كذا، الأولاد هم اللي بدوا، وسبحان الله ربي طرح فيها البركة، صح. وكانت بذرة صالحة، وإن شاء الله تكون فيها صلاح لنا إن شاء الله أولا، ولكم إن شاء الله فائدة صح. يعني إن كان أيا تكن هالفائدة، هي كلمة هي استفدت منها، يعني جلوسكم طبعا جلوسكم يعني قدام الكاميرا، قدام التلفزيون، ومتابعتنا وتشجيعنا، والله هذه كبيرة والله صراحة. كبيرة جدا. وقلت أنا غلطت، أنا آسف معلش. شكرا لكم كلكم، وإن شاء الله مستمرين، وإن شاء الله مكملين. يمين. وإن شاء الله أشياء جديدة وحلوة قاعد نجهز لها. صح. بإذن الله. طبعا الحين مش وقت الواحد يتحدث إيش عايزين نعمل، لأنه في ناس كثيرة مستنيانا إن شاء الله عشان صح. نواصل الفلوج. راح نغير شوية في القناة، راح يكون فيها أمور أكثر تعليمية إن شاء الله وأكثر تربوية. ما زلت أدرس الموضوع مع نجاة إن شاء الله والعيال، وإن شاء الله نقدم عمل ملموس وطيب ومحترم إن شاء الله. إن شاء الله نخش في القناة. لا قبل نخش حركتك إن كان أنت معنا أول سويت لايك اللي هي لا تنسوا تسوي لايك قبل ما نبدأ الحلقة. سويتوا لايك؟ لا أول شيء توقف بعد نقول 1 2 3. طيب يلا. طيب أنتوا الحين مركزين معايا عشان ما تزعل مننا. 3 2 1 لايك. سويتوا لايك؟ سووا لايك. أوكي. شطار أنا أقول لك نجاة. طيب. والجداد اللي أول مرة يشوفنا واللي زاير قناتنا، على عيننا وعلى راسنا، وأهلا وسهلا فيك. الله لا يهينك، السبسكرايب في القناة
أساس وإن يوصلك شاء كل الله جديد إن شاء الله. يوصلك كل شيء جديد والجاي أحلى. سويت سبسكرايب؟ لا لحظة، الجرس. خلاص الجرس. أوكي جرس يلا. والله طفشوا وراحوا الناس. ليش الجرس؟ الجرس لا. سويت الجرس هذا اللي يقول تين تين. أوكي نبدأ في حلقتنا. طيب بما أن يوم الوصايا. الجمعة الوصايا الثلاثة أول شيء إن شاء الله المرة اللي فاتت نسيناها حطيناها في الأخير فإن شاء الله عشان نكسب الأجر إن شاء الله. وصايتنا كل يوم جمعة هي اللي هي قراءة سورة الكهف إن شاء الله بإذن الله. إذا لم تستطع قراءتها تقرأ إيش يا نجاة؟ العشر الأوائل من سورة الكهف والعشر الأواخر إن شاء الله. إن شاء الله. وكذلك صلة الرحم اللي هي أبوك وأمك والدينك، الاتصال عليهم وتسمعهم صوتك وتقول لهم جمعة مباركة والله هذه بالدنيا. ثلاثة يلي هي واللي والده مش موجود يا نجاة يدعي له. نعم. ويتصدق إذا في في إمكانية. يعني نعم. في إمكانية. والصدقة مش فقط مال، لا حتى ممكن كلمة تقرأ لك آية، تقرأ لك سورة بنية الأجر إن شاء الله. وربي إن شاء الله يتقبل منك إن شاء الله. والثالثة نجوتي؟ والثالثة يا طويل العمر اللي هي تحد شيء مميز تميز اليوم هذا للأطفال. طبعا الكبار بنعرف كلنا يعني، بس الأطفالنا لسه هذول لسه بذرة، فلازم إحنا نعودهم ونعلمهم الأساسيات. في يوم الجمعة غير أيام الأسبوع كلها. فنميزه عن طريق أي شيء باللي تحبونه باللي تقدروا عليه. أيوة إحنا نميزه الجيمات، القجة، الحلا، الجمعة، الفيلم، القهوة، أي شيء يا أخي. كفة شاي تكفي يا أخي. جيب ابنك ولا بنتك جنبك وقول لهم اليوم يوم الجمعة تعالوا نتونس، تعالوا نسولف. في إحدى الناس جنبنا جيراننا اقتنعت بالفكرة وصارت تقدم كل يوم جمعة تقعد عيالها وتتصل في أمها ويا الله يولسها، بس خلوا إنه يوم الجمعة صلة الرحم نتصل في والدتها برا البلد فتتصل فيها ويقعدوا يتونسوا مع بعض. فهذه إن شاء الله تكون سنة شو اسمه يعني إن شاء الله جميلة بإذن الله. بالذات نحن عايشين في الغربة ما أدري قاعد أكلج كثير لكن الله يعينكم. طيب فهذه هي وصايانا لكم إن شاء الله. نتكلم عن الموضوع. قبل ما نتكلم أول شيء شكر جزيلا لكل اللي أعطانا تعليقات. يا والله تعليقات وصراحة من جد ما شاء الله قدر المستطاع حاولت أنا وجزء منها اشتغلت عليها نجاة ردينا على كل التعليقات الموجودة ولله الحمد. المميز إن شاء الله هحاول أطلعه. يمكن اليوم ما يكون في شوية غش ولا أنسوا ما في غش. لا بس هل مش غش مو نعتبره غش بس نعتبره مميز. ناس يعني لابد ما نقدر نفوت الحلقة من غير ما نذكر تعليقاتهم، لأنه كانت من جد تعليقات يعني والله لو تقراها 10 مرات ما يعني شيء دافع قوي يعني من جد شيء يفرح. فلازم نقرأ التعليقات إن شاء الله مش عشوائية، حيكون هالمرة اختياري إن شاء الله. وما يزعلوا مننا اللي ما اخترنا تعليقاتهم، والله على عيننا وعلى راسنا. 50-50 إذا حصلنا وقت نخليه عشوائي. أوكي إن شاء الله. طيب بسم الله. أنا إيش أبغى الحين زي الأسبوع اللي فات اللي قلنا المتزوجين أو اللي على وشك الزواج والارتباط أو اللي عندهم مشاكل شوية بسيطة كذا يقعدوا جنبنا كذا حولنا إن شاء الله ويسمعونا بتمعن. الأسبوع اللي فات اللي ما حضر الحلقة يحضرها موجودة في اليوتيوب. حلقة قبل كذا فيها رقم 7 الأسبوع الماضي اللي بس حنعطي الحين 3 أشياء سريعة من اللي قلناها. اللي كان إيش كان أول شيء اللي هي عشان يمشوا معنا على طول. الحلقة الماضية قلنا إحنا ذكرنا إن بداية الحياة الزوجية لازم تكون على أساسيات ثابتة. نعم. القبول إنك أنت ترضى إنك أنت خلاص هتزوج. أيوة القناعة تقتنع إنه خلاص القبول أنت قبلت اقتنعت خلاص. الثانية كانت هي اللي هي تحديد القواعد أو الشروط أو الأشياء اللي أنت تبغى تحددها بداية أساس بعدين ما قلت لي ما قلت لك ما كنت أعرف هالأشياء إيش تجنبها يعني. اللي هي الخطوط الحمر كان في حياة في بداية الحياة حطوا لحياتكم خطوط حمر. مو عيب إنه أنت تقول لزوجتك
أنا والله إلى هنا خطي هذا بالنسبة لي والله خط أحمر، ما أقدر أتحملها، ما حقدر أسكت عنها، وأنت كذلك. فهذه كانت أساسيات اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي. الثالثة إيش كانت؟ هي كانت بس وش بدايتها يعني الحياة الزوجية، إيش الأهم شيء؟ أيوة اللي المشاركة هي كانت المشاركة. نعم. الاهتمام. المحبة. بارك الله. المحبة احنا قلناها انه ما يكون بشرط انه يكون المحبة تكون بالكلمة، يعني يقول لك احبك ولا انت تقولي له احبك، لا، في تصرفات تثبت حبك لها ولا تثبت حبك له بالفعل. فان شاء الله اللي حاب نكمل حنكمل هالمرة. راجعوها الحلقة، اللي ما شافها يرجع للحلقة الاسبوع الماضي اللي هي رقم 7 ويشوفها ان شاء الله ويكمل معنا الحلقة هذه. ويلا بسم الله توكلنا على الله. نبدأ. طيب يعني جات يا أم عزوز. أوكي أنا الحين حطينا الشروط وتفهمنا وخلاص قبلت معاكي وأبغى أشارك كل شيء. إيش النكست ستيب وجهة نظرك؟ والله طبعا تختلف، هي بشوفها بوجهة نظري وبشوفها بوجهة نظر أبو عبد العزيز. أنا والله بشوف بوجهة نظري تمزك مولش الحساسية. أنا في حاجة سويتها إنه أنا ما أخذ دواء الحساسية. ولا إن شاء الله نسيت ما جبته بالصيدلية. شايفين لما تكون لازم تنسى نفسك قصلي. ليش ما قالوا لا تقاطعني؟ مو قالوا قاطعوك، بس في بعضهم قالوا كمان حلاوتها أصلا المقاطعة. وأنت ما صدق. واو أكيد ما صدق. لا واصلي. تقولوا له حلاوتها. يلا هيا بسم الله. قلنا ايش؟ قلنا اوكي نحن الحين وحطينا 4-5 شروط. ايوه حطينا الشروط الاساسيه وحطينا القاعده الاساسيه. لسه ما كملنا القواعد الاساسيه اللي هي بدايه كل حياه زوجيه. لما تبدا ولا ترتبط بالانسانه هذه في يعني كذلك اشياء مثلا زي المهر لو انا بتكلم عنه. يمكن أسباب كثيرة بتخلي الشاب يخاف أو ما يعني لما تقول له ليش ما تزوجتي ليه؟ يا ابن الحلال من وين نجيب المهر؟ ولا يا أخي خليك الوحدة تكسر الظهر. يجي واحد يقول له والله أنا دفعت مهر قد كذا، ولا أنا صار معاي قد كذا، ولا أنا طلبوا مني مهر قد كذا. فهذا يحس إنه موافقة بين الاثنين، يعني إن أنتوا اتفقتوا. ممكن تتكلم بوجهة نظر حواء؟ ما انت يعني كحرمه يعني المفروض ايش تعملي؟ ايوه يعني شوف ما اقدر اقول لك لا والله لا، بس لا تحاولي تاخذي الموضوع انه ماده فلوس. يعني اوكي اللي ما قدر يسوي لك اياه اتفقي ابسط شيء. يعني يعني مو زي اللي بقول مثلا زي ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ولو بفضة. قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الفضة تقدر تبدأ حياتك. الحياة الزوجية مو معناها إنه فلوس وكم تعطيني ولا كم تدفع لي، لا. الحياة الزوجية هي تبدأ بإيش؟ بتفاهم. اللي ما قدر يسوي لك إياه الحين ممكن يسوي لك إياه بعد سنة سنتين. هي أهم حاجة إذا كان الأساسيات اللي قلناها هي اللي هي القبول يعني والمحبة والاحترام موجودة، كل شيء يجي بعده مو مشكلة. ليش؟ لأنه الفلوس تروح وتجي. هذه واحد. الثانية في نظرك؟ أنا بوجهة نظري كآدم أنا أحمل دائما صراحة المرأة هنا مسؤولية كبيرة، وأهل المرأة مسؤولية أكبر. لماذا؟ شوف البنت بتشوف نفسها مثلا تبغى تكون حلوة، تبغى تكون عروس ويكون عندها أحلى قصر وأحلى فستان وأحلى فيلا وأحلى سيارة و تمام؟ حلم أي إنسان هو يبغى حياة جديدة. صح. يعني هذا حلم أي واحد وواحد حر، ولكن أنت اللي تحددي الشيء هذا يمكن يحصل ولا لا. إذا أنت متزوجة الشخص هذا وأخذتيه أنت عن قناعة ومحبة وعايزة تشاركيه في حياتك، أنا أرى من الخطأ إنه يجي هو كامل مجهز ويلا هذا بيتك. لا، أحس من الأفضل إنه يبدأ حياته معاكي بأبسط حاجة،
ما يتصنع مثلا ويروح يسلف من البنك ويتسلف من هذا ومن هذا عشان يتزوج، وبعدين انتوا الاثنين تقول شقوا جيوبكم عشان تحاولوا ترجعوا اللي صار، او لا سمح الله يكون ما في توافق ويكون السلام عليكم، او الحرمه خلاص تقول ما دام عنده شقه بيشتري العماره، بدل ما يشتري العماره حيشتري ذهب، وهكذا وهكذا، تكون مساله ربح اكثر مما هو ايش تكوين عائله. تذكرني كذلك، يمكن انت كنت وراء الكواليس، كانت جات من قاعد نستعد للحلقه، كانت تقول لي اجدادنا كيف كانوا يتزوجوا. صح، اشياء يعني مو على يعني اشياء بسيطه. يعني لو احنا بنفكر مثلا زمان كيف كان يعني اعطيتك بنتي يلا بالملابس اللي عليها، كيف كانوا يقولوا حتسيبكها، يعني ما حتسيب كهرباء يعني ولا خلاص، يعني بالملابس اللي عليها، يعني عشان ما اكون اغلط بالمثل. فهذا انا ما قلت كذا، لانه في وقتنا الحالي ما في والله العظيم اللي يسوي. ليش كان يقول كذا نجاة الناس؟ لانه يقول انا بشتري رجال. بارك الله فيك. شايف يعني انا اخذ، هي هو شايفه انه مش بالفلوس. نعم. شايف يعني تختارني كلمة، يعني قصة كانت حكتها لي الوالدة، يلي هي شخص زوج بنته لوحده، فقال له جت اليوم الثاني قال لها ايش بيقول لك؟ قال لها والله لو ما كان، ولو مو ابوكي، لو انا ما خايف من ابوكي كانت تشوفي ايش اسوي فيك. قال لها هذا ما ينفعك، طلقها منه وجابها زوجها لواحد ثاني نفس الحكاية، ولو ما أبوك، قال لها هذا كمان ما ينفع. الثالث اللي زوجها إياه كان يقول، قال لها ها وهذا إيش يقول لك؟ قال لها والله لو ما خوفي من الله ما كنت تركتك، أو كنت شوفي إيش بسوي فيك. قال لها خلاص أنا كده طمنت. ليش؟ لأنه لا الأب ولا الأم يقدروا يعني ما أقدر أقول يحموا، بس يعني الرجال لازم يكون يخاف من الله فيك. صحيح. ما يخاف أمك وأبوك ولا أخوك ولا عيلتك ولا قبيلتك ولا لا، أنت خاف الله فيها وأنت خاف الله فيه. يعني خافي الله فيه، عاملي معاملة اللي أنت تتمني إن زوج أختي، زوج أخوك، أو زوج يعني كذلك. شايف؟ وأحس والله يعني شيء اللي بيخطرني، يعني مثلا يلي هو مين اللي قاعد يسوي كذا، اللي هو يطمع، ما أقدر أقول هالكلمة يمكن شوية هذه، يلي هو الأهالي أو الشخص نفسه. أحس الشخص نفسه لما يبيجي إيش هو ما يتكلم أو يوعد هنا هو يجي نجاة. أنا كرجل طبعا ما حبيت أتدخل في كلامك، بما أنك أنت مرأة بتنظريها من منظر آخر. نحن مشكلتنا الرجال مثلا، الغلطة الكبيرة اللي نتفق نغلط فيها، أول شيء تكون ما أنت واضح مع الإنسان اللي أنت بتتزوجه. يعني أنت مثلا شغال في بنك، أنت مندوب أو ريسبشن، تقول والله أنا مدير رئيس قسم. صح. ليش تقول رئيس قسم يا رجل؟ ولا تقول لك والله أنت كم راتبك؟ لا، إذا أنت ما تبغى تقول لها راتبك كم، خلاص لا تقول لها من البداية، بس تقول لها وأنا، وتروح تجيب لك تلقى لك آخر موديل سيارة وأنت مقسطها وتقول لها سيارة. تلقاهم زمان إيش كان يقول اللي مثلا أيام ما الناس اللي كانوا أيام في السعودية وكذا، كان يا أخي يعني سبحان الله بيجي بوقف جنب سيارة ويتصور على أساس إن هذه سيارته، يرسل. والأم والأب عايشين حلم إنه ولدنا والله عنده سيارة الفلانية وعنده فلوس هذا وهذا اللبس ما أعرف إيش، وعلى أساسه لما يجي يرتبط هم حلمهم وبالهم شيء، فلما يروحوا يجيبوا بنت الناس يقولوا ابشروا ولا يهمكم، اللو خلاص هنا ليش. وشيء أنا قاعد أعيش في أوروبا يعني دحين، أغلبية الناس موجودة، يمكن شوية بطلع من الموضوع بس أحسه مهم جدا يقال، بما أنها دردشة القهوة. لما معظم الناس الحين أنا قاعد هنا في هولندا مثلا في أوروبا، تلقى الرجال شغال وجوال آخر موديل وسيارة فيعطي وهم للناس اللي قاعدين مثلا في البلد، يقول لهم والله أنا أقول لك كليخ مرا كويس اللي يبغى يتزوجها، يقول له مثلا صح. خلاص الأهل في البيت بدل ما يقولوا لها هو يصلي، هو مطيع والدين، هو بار، هو مجتهد، والله يشوفوا السيارات، يشوفوا الجوال، ويقول لك ايش، يشوفوا الجوال، يشوفوا السيارات، يقولوا هذا ما في زيه،
وينسوا إن يسألوا هل هالرجال هذا ولد صالح، ولد كويس، أسرة طيبة، هل هو بار بوالدينه، هل هو متعلم، هل. فالبنت اللي تكون مثلا يعني ظروفها صعبة أو ظروف البلد اللي عايشة فيه صعبة، فخلاص بالمؤاخذة يعني تشتري وهم وتجي أوروبا تصدم صدم الله يعين. تلقى الرجال يعني مستواه المادي هم يشوفوا بسيط خلاص جدا، جاء من أوروبا، يعني جاي استغفر الله العظيم، يعني كأنه جاي من يعني من الجنة أو مكان خيالي، من عالم ثاني، من كوكب ثاني. أوروبا ما معناها أن أنت والله تشيل الخيشة وتلم الفلوس من الشارع، لا 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 لا. فالمعنى فلازم تسأل، هو السؤال. المعنى من الكلام هذا يمكن قلت لكم شوية حسنا، بس موضوع مهم جدا أشوف، لأنه معظم الطلاقات الموجودة في هولندا أو بالأصح في هولندا عشان أقول في الدول الغربية، هي الصدمة اللي قاعد تحضر، بالذات لما يجوا الناس من بالذات الحرمة لما تجي من برا من دول شوية، فالاهل يقولوا من البلد يعني، او يتحمس يقول والله خلاص قعدنا اوروبا تخيل الله وتصبوا لك ما في سنه سنتين تصدم في تلقاه مثلا هو سكران، منه مثلا مستواه سيء جدا، تعامله ما هو طيب، ما وبعدين يصلح هو انه يكون ممكن رجل. هو يقول لها أن أنا عندي البيت الفلاني وعندي السيارة الفلانية وعندي 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 وعندي، ولما تجي هنا تصدم. وبعدين يلومها ليش أنت ما رضيتي. طب أنت ما صارحتها من الأساس عشان هي ترضى أو لا. أنت لو إنه من الأساس كان قال لها هو، يعني أنا في نظري إنه هو قال لها والله أنا يعني على قد حالي، أو مقدرتي هذه، أو أنا عايش كذا، بس إن شاء الله ابشري ولا يهمك. ترى والله العظيم يعني الحياة تبنى على قولتهم طوبة طوبة. طوبة بالذات في اوروبا طوبة طوبة. ايوه يعني انتوا مش الاثنين اثنينكم تقدروا تشتغلوا اثنين، يعني هو اتفاق مش شرط. شايفه؟ فالنصيحة اللي كنت أبغى أوجهها، إن حرجع لموضوعنا الأساسي حتى ما نتشعب في الأمور، بس ما زلنا أقول لك هي درجة قهوة فممكن تشطح بعض الأوقات. اللي أنا أبغى أقولها أبهاتنا وأمهاتنا، طيب البنت ممكن تكون صغيرة في السن أو تجربتها في حكاية ارتباط بشخص تكون إيش بسيطة أو قليلة أو شبه معدومة، فأرجو من الآباء والأمهات قدر المستطاع يسألوا عن الشخص جيد، لأنه ياما ناس تكون ما عندها أصلا يعني مش حق زواج، فيروح يخطبوا لك واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا ويلا. هذا أشوف إنه هذا خطأ كبير جدا قاعد يحصل وكميات كبيرة. فحاولوا تسألوا، يعني الله يعز المجتمع الإريتري ما شاء الله مترابط وموجود في كل منطقة. احنا قاعد نتكلم مش والشخص اللي يسأل كذلك في أمانة أنت قاعد تطلب منك، فما تقول والله هو صاحبي ولا أخويا ولا مش عارف إيش ستنين، لا قول اللي لما يطلب يعني اعتبرها أن هذه أختك، وأنك أنت قاعد تساعد في تأسيس بيت حياة. ممكن تكون أنت بسبب عدم نصيحتك السيئة أو استجابتك السيئة إيش دمرت بيت في المستقبل. فهذا انتبه أنت فإحنا قاعد نتكلم بصفة عامة. بصفة عامة معناتها ترى المواقف اللي قاعد تحصل هذه ولا المشاكل اللي قاعد تحصل مش كإريتريين، كجنسيات ثانية كذلك، يعني في عموم طبعا، يعني العموم. شايف؟ يعني كان يعني كان إريتري، كان سوري، كان مصري، كان إندونيسي، كان يا أخي صيني، أي جنسية أي هذا، أنت كون صريح. والأهل زي ما قال أبو عبد العزيز، اسألوا، لا تقولوا هذا جاي من مكان فلاني يعني هو خلاص، لا. اسألوا عن أخلاقه، اسألوا عن هو إيش، ويعني إيش عنده، إيش مقدرتك. أنت قاعد تسلموا بنتك. شايف؟ يعني ما تقدر تجي بعدين. أنا الغريب اللي قاعد تحصل إنه أنت تعطي وبعدين تجي تلومه وتقول له لا أنت تلومها تقول له ليش ما صبرتي؟ كيف تصبر على أنت أنا أتكلم كحاول مسكينة، والله مسكينة قسما بالله، تيجي ما تعرف حاجة في الدنيا نجاة، ما تعرف حاجة، معلقة قلبها بشيء، وبعدين تكون يقول لها والله إذا ما سويتي حطردك من البلد. هذا كثير موجود. أنا اللي جبتك، لا يا أخي إيش اللي أنا جبتك؟ وكذلك بيجي يلوم الرجال نفسه. طب أنت ما سألته، أنت بس
انت بس قال لك انا ابغى بنتك، شفتوا بالصورة له الواتساب معه سيارة وتفضل. لا وحتى ما يكون شاف، يكون سمع اساسا من جاء ولا صاحبه ولا من عيال الجيران، قال لك اعطيني بنتك خذ هذه هي. لا هو جيد انك تعطي وتستر اولادك يعني جيد، السترة، بس ولكن مو معناها بالطريقة لازم شوية تحمل مسؤولية. لأنه إحنا ما نعرف. شوف، أحس إنه بسبب السنوات الأخيرة اللي حاصلة، الطلاقات اللي قاعد تحصل بسبب هالمشكلة، بسبب عدم السؤال عنه، بسبب عدم أوكي لا يعني ما قلنا اسأل إيش عنده، إيش اسأل عن أخلاقه، أبسط حاجة. أهم شيء يا أخي يصلي ما يصلي أنت على أساس يخاف الله فيها. نعم. نجاة قالت لك المثال قبل شوي، قالت لك انه لما سالوه قال له هو ايش، قال لك انا لو ما بخاف من الله ما كنت اوريكي، قال لها. فهذا الرجال اللي يخاف من الله تامن عليه، لانه الله شوف الوالدين يعني الله يطول في اعمارهم والله يخليهم تاج فوق رؤوسنا، موجودين، بس الاعمار بيد الله. بس الواحد لما يخاف الله موجود دائما وفي كل مكان. امك وابوك ساعتها لما بيكونوا جنبك ممكن يحموك، بس لما يكونوا برا بعيد لا. بس رب العالمين اذا اللي خاف الله بيكون في عينه دائما. طيب النقطة رقم 2، والله عرجنا ارجع الله لا يوفقك. النقطة خاف لا تقول يا سالم وين بتبغى تودينا. لا والله النقطة رقم 2 كذلك يلي هي ابغى اتكلم عنها، يلي هي البخور غطى علي. تبخروا. يا الله الحين تدري بتذكر ايش اتذكر وصيت البخور في السعودية. اول ما تفتح الباب كده تخش المسجد يا الله. خلاص هذا كان فاصل اعلاني، كنت تفضل. ايش كنت بقول؟ يلي هو نقطة رقم 2 يلي هي كنت يعني دائما السؤال عن الشباب لما تقول لهم ليش ما تتزوجون، يقول لك ابعد عن الشر وغني له، انا ما ابغى وجع راس، انا ما ابغى. يا ابن الحلال انت لما تنصح انصح يعني اوكي امزح، بس ما يكون مزح هذا، لانه في ناس والله في شباب شايلين موضوع الزواج من راسهم، خلاص خوف من تجربة شخص حكى قصته بطريقة غلط من وجهة نظره هو، حكى تجربته بطريقة يمكن كان يمزح، بس الشخص الثاني المتلقي أخذها سريع من جد. شايف؟ فأنت لما واحد يا أخي لا تحكي تجربتك من نظرك أنت، ولا تقعد. صار الموضوع عند الشباب الخوف، خافوا وبطلوا يتزوجوا الوقت اللي احنا فيه، والله من جد بطلوا يتزوجوا. ليش؟ لا خوفا من البهور، لا خوفا من المشاكل، خوفا من القصص اللي قاعد يسمعونها. طب أنا أول شيء نجاة ما حخالفك وكلامك سليم. أنا كرجل الحين مش نطلع نشرب شاهي مثلا، كلا يقول لك يا أخي إيش عندك ولا وجع الراس زواج وكذا، تقول لك فين دخلت فين هذا الكلام اللي بسمعه من الرجال. أنا كشاب يعني بتونس كلام وكلام زي كذا. لكن لما يشوفوك أنت قاعد تعطي صورة طيبة للزواج هم حتى يشجعوا. صح. مين ما يبغى يرجع من دوامه يشوف زوجته قدامه، أولاده حوله، يأكل لقمة العيش الموجودة عنده، يصلي ويشوف، يقول أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يتفرج كيف يشوف كلهم وراه قاعد يسلموا. يعني والله يختلفوا. حتى عقلية زمان عن نفسي رجال، عقلية زمان اختلفت عن اليوم تدري؟ توتالي. المقصود بهالأمر حتى تفكيرك أنت يا رجل، والله العظيم ما فيش أحلى من الزواج، ما في أحلى من الزواج والله. استقرار وقيمة خلقية وإكمال دين، مثل ما كانوا يقولوا الإخوان المصاري، ايش يقول؟ كملت نص دينك. لما يقولوا والله بأمانة تكون أنت كملت نص دينك بكل أمانة. الإنسان اللي يقول لك هو عنده نيجاتيف حياته مثلا كان، وغالبيتهم يكون هو عنده أصلا مشاكل، فهمت علي؟ تفشل حياته يقول لك والله كان استخمزيا والحريم كذا وانت مالك وماله. حتى عند الحريم ترى مو ايوه انا اتكلم بصفه رجل نجاة. حتى الحريم لما يطلعوا يقولوا لك لا تعالي انت ايش موضه اللي وسووا حفله طلاق مدري ايش. انت يا اخو انت ايش قلتكم هاي بعدين نتكلم عنها. الحين احنا بدايه لا بس شويه نتكلم عن الطلاق بعد اخر لسه بدايه جاب لي الحلقه الاخيره بس منك قاعد يقول حلقه ثانيه. اوكي خلاص نواصل نرجع. ايش كان يحرق الفيلم كله؟ لا والله المشكله يا جماعه تعرفوا في ناس قاعد تقول والله يا جماعه الخير رتبوا افكاركم مع مسلسل هو انت قاعد تاخذ. اوكي سوري
نرجع للموضوع الاساسي. الخطه رقم 2 ايش كانت؟ قلنا المهور، لازم الانسان يكون واعي. السؤال اول شيء السؤال قلنا. الاب والام كذلك لازم ياخذوا وظيفتهم كامل بحيث انهم يسالوا جيد عن الشخص. هذه حلو. نرجع الفتره للثانيه، حكايه السيرموني او حفله الزواج. حفله الزواج حلاوتها في بساطتها. صح. هي كلها ليله. والله يمكن نجاة حتزعل منها تقول ما تخش في امور خاصه، لكن والله يا جماعه الخير انا زواجي ما اتذكر منه ولا شيء. لما اشوف الفيديو اتذكر، تصدق بالله ما اتذكره لانه كان سريع جدا. متذكر جد انا ما بتذكره والله. اشوف فيديو اتذكر. اللي انا ابغى اقصده تكون انت ضيعت عمرك وتخاليف وهي لحظات تحدي. صح. فما نركز نحن كاباء او كانت بالذات حواء انت اللي تطلبي. فهمت علي؟ لو جات علينا والله نحن شوف هو ما يعني. مش على ولا لا يا شباب؟ ليه هو حلم حياة البنت أساسا. حلمها تلبس الفستان الأبيض، حلمها أنها تسوي زواج، إيش على زواج، ما أكذب عليه، بس ما تخليه هو مربط الفرس على قولتهم. ما تخلي هالموضوع هو اللي خلاص، يا إنه يسوي لي زواج في القصر الفلاني يعني ما بزوج، أو إنه يجيب لي الذهب اللي بقد كذا غرام، أو إنه أنا ما حتزوج، أو إنه هو يعني والله العظيم في أشياء حالات يعني تحصل تفشل الزواج بسبب هالموضوع. ليش مسألة ايوه يعني خلاص هو قال مثلا هذا وهذا 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 وهذا، يجي موضوع مثلا على ان شاء الله شافت لا هذه لا، قال لها مثلا لا والله خليها. والله شكاتوني ما ادري كله مثلا ايش تخش معي كويس يعني مثلا قال جاب لها البيت وجاب الاثاث وجاب شو اسمه، وقال لها يا بنت الحلال الثريا هذه ما نجيبها الحين غاليه، نجيب اللمبه العاديه. لا الصالون ما يقعد من غير ثريا بالشيء الفلاني، الكنب جبته بكذا لا. طب انت تقدري بعدين تسوي له الشيء اللي تتفقوا عليه، يعني اشياء اساس. انا قصدي هذا يعني لا تركزوا في اشياء ابسط شيء وتتركوا اهم حاجه يلي هي اوكي الله اعلم سنه سنتين. فكري كيف انت تخلي الزواج هذا مستمر لمدى الحياه لأطول فترة ممكنة. يعني أنت لو قلتي أنتوا هذه حياتي وهذه اللي ما جاب لي إياه الحين يجيب لي بعد 10 سنين، حتنتظري 10 سنين وحتكملي وحتقدمي إلين جاء يمكن ما يجي بعد 10 سنين، بس موضوعك تفكيرك حيتغير، هيقول لا والله في حاجات أهم. هذا اللي نقوله في البداية. في بداية الحياة الزوجية ما تكونوا عسرين، ما تكونوا مرة متمسكين شو اسمه، لا أبغى الشيء الفلاني، لا أبغى البيت الفلاني، أبغى السيارة الفلانية، أبغى الزواج الفلاني، أبغى الفستان الفلاني. لا والله أنا ما يعني كتفكير يعني عموما أحيانا يقول لك لا أنا ما ألبس الفستان أجار، أنا ما أسوي لا. في أشياء أساسية أكبر وأهم من هذا الشيء. أنا أرى إذا كان أنت عندك القدرة إنك أنت تعمل اعمل. أيوة. إذا عندك قدرة. أنا وجهة نظري يعني ربما أكون غلط، يمكن أخواننا الشيوخ يمكن يقولون لا يا سالم، أنا بوجهة نظري أقول إذا عندك الإمكانية تعمل، ولكن من غير تبذير، من غير فجور. يا أخي بذل عندك معك الله أعطاك. أنا ما أعيد دلعها. لا أنا لا في نجاة. قلت لك أنا من البداية أنا وجهة نظري، فهمت علي؟ إنه هي كلها كم ساعة وتعدي، أنت مش حتتذكرها. فهمت علي؟ أقول والله أعلم بدل ما أنت تخسر تكاليف ضخمة، فهمت علي؟ لحظات في العمر والله عشان تقول لبست يا أخي أي فستان أبيض ترى يكفي. ما هذا وجهة نظرك. أنا وجهة نظري كشاب، أنا قاعد أتكلم كنحن الشباب إيش مشكلتنا نحن. أنا ما ممكن يا نجاة أشتغل مثلا 7-8 سنين وألم فلوس وأكبها في يوم واحد، أراه من الخطأ. ولكن إذا الرجال مقتدر وعايز يعمل ربي يوفقه، بس أنا ما أسوي. مو على أساس كمان مقتدر. اتفاهم معاها يا بنت الحلال والله أنا عندي، بس إيش رأيك؟ بس العاقلة إيش رأيك؟ ما في عاقلة. لا كيف ما كنا؟ لا مش ما في عاقلة الحين يزعلون مني، لا بس يعني هو حلم. أنت ما حد حيحس بالبنت إلا يعني إلا إحنا. والله صدقيني في حريم شايف؟ في بنات كثير يحلموا يحلموا إنه يكون مرتبطة بهالشخص. صح. مش بجيبه. أنا قاعد أتكلم عن العموم. هذا إحنا اللي قلناه في الأول، إنه لو كان في محبة
انت ما حتشوفي ممتاز. هالاشياء. ممتاز. يعني انت نظرك كله وتفكيرك وهذا انت كيف ترتبطين بهالانسان هذا. أحسنت. شايف؟ معناتها انت ما حتفكري هو كم معه ولا كم حيسوي لك، ولا اهم حاجه ايش الاساسيات الحياه. عنده بيت عشان تسكنون انتوا ويستركم، سقف يغطي عليكم، ما تحتاجون والله احد، هذا اهم شيء. ايوه عنده شغل يصرف عليك ولا تمدين يدك لا لأهلك ولا لأهله، ساترين حالكم بغض النظر إيش قد إيش يكون الراتب هذا. هذا أهم حاجة. بس وممكن إضافة طبعا احنا قاعد نتكلم انا بصراحه انا بحاول اتكلم قدر المستطاع في الحياه في الغرب، لان احنا في الغرب عايشين ومتابعين اغلبيتهم من الغرب، يعني عايشين برا. في الغرب يعني يختلف طريقه الوزنيه شويه تختلف. كيف قولي لي؟ معظم الرجال والحريم يشتغلوا، صح، فهمت علي؟ ومعظم الزواجات تكون دائما نص بالنص، او فيها تكاتف بعض الشيء او تكافل بعض الشيء. ليش؟ لانه الحياه كذا، حياه اوروبا كذا. فانا اقول ما دام نحن وصلنا الاشتراك كثير جدا في اوروبا بين العائلتين او بين الرجل والمراه، لازم يكون التفاهم واضح. التفاهم واضح جدا. مثل ما قالت نجاة، والله عايزين تعملوا الزواج في ماريوت وعندكم القدره، ربي يوفقكم ان شاء الله ويسعدكم. ايوه احنا ولكن اساسيات انا الزواج بوجهه نظري انا ويمكن نجاة عائلتي انا نقول انه الحياه ما تقاس بليله. الحياه عمر. الزواج عمر حيحصل فيه مآسي كثير، وحيحصل فيه افراح كثير، فيها تحديات كثيره. انت ما تربط حياتك كلها في ليله. هذه وجهة نظري المتواضعة. يعني لو ربطت نفسي وقلت والله لو ما جبت لي الخاتم الفلاني أنا ما تسوى، أنت ما تسوى، انتهى الفيلم. أنا أقول والله بيتر أبطل بصراحة. حرمة، هذه ما تستاهل. لأنه إذا كان عندي الإمكانية وأقدر أجيب لك الخاتم الفلاني راح أسويه من طيب خاطر من عيني هذا قبل. وبدل الواحد ممكن اثنين ممكن طقم. وياما وناس نعرفهم معرفة خاصة كان ما عندهم ولا شيء، الآن ما شاء الله ما شاء الله ربي فتح عليهم من أوسع أبوابه. لكن في نعم، لأنه في الزمان في البداية الله طرح فيها البركة، لأن المرأة ما طلبت الماس وما طلبت مسمين ذاك الفنان الفلاني عشان يحل حفلة وكذا، لا، طلبت شيء بسيط زيها زي صحباتها زي أخواتها زي شيء مبسط جميل. اللي يحب ربك واللي يحبه نمسك عاداتنا وتقاليدنا الإيجابية الطيبة، فهمت عليها؟ نتبعها، بالذات في الدول الغربية. الدول الغربية تقريبا كلها معروفات الصالات اللي حتزوج فيها، يا صالة الفلانية صالة بسيط يعني. ما زي مثلا الخليج اللي فيها 20,000 صالة وأنواع معينة لا، هنا بسيط سيمبل الزواج. فلا تحاول، إذا ربي أعطاك الله يسعدك ويبارك فيك. ما نطول الحلقة ولا نواصل واحدة ثانية؟ لا كذا نقول كفاية، ناخذ التعليقات لأنه في تعليقات كثيرة. إذا حابين إيش رأيكم؟ عندكم آراء توافقونه تعترضوا، عندكم إضافات جديدة اكتبوا لنا تحت في التعليقات. ولسه هذه الحلقة الثانية ما حنسوي ما تسمعوا والله نجيب الحلقة الأخيرة، فبنشوف بعدين الحلقات. شوف والله أنا ليش حبينا بقدر المستطاع إنها تكون سهلة وخفيفة. المقصود مش إنه كلامنا هو الصح، لا، المقصود إنه صح. بعد ما الحلقة تخلص أو أثناء أنت قاعدة مع زوجك أو قاعدة مع ابنك أو قاعدة الآن تونسي معاه، شوف وجهة نظره إيش. مو حياة، يعني حياة فاميلي هي الصح، لا إطلاقا لا. في ظروفنا تختلف عن ظروفكم، وجهة طريقة تربيتنا تختلف، عقليتنا تختلف، تعليمنا يختلف، حتى الوازع الديني عندنا يختلف. فهي وزنية كاملة. أنت الحين يا رجل يا بابا قاعد اقعد مع ابنك، خذ وجهة نظره، خلي من الآن تكون وحدة نقاش. بأن تزاريبنا لما نتكلم فيها راح يخرج إيش مثقلات الأمور. هنا أنت عليك من الآن تعدل وجهة نظرك. هذا الإنسان اللي ما يبغى يتزوج، لا يا أخي، مين قال لك الزواج شيء؟ يجي النقاش هنا تونس، صح؟ فهمت علي؟ ناخذ التعليقات. طبعا التعليقات ما شاء الله كثيرة. أنا إيش أقول لكم؟ أبغى أروح أول شيء على حلقة جلسة القهوة، ومنها الأسبوع هذا نزلنا 3 حلقات،
فكانت كثيرة. بالتهريب. الجميل في هالحلقة اللي هي جلسة القهوة حقت رقم 7 جابت إلى الآن فوق 2000 ونص مشاهدة. يعني ما شاء الله عدد جميل جدا. ما كنت أنا في يوم من الأيام أفكر إنه في ساعات الحلقة كذا. هالحلقة وهذه الحلقة لو ضربت 3000 أنا قلت لا ليش 4000 إن شاء الله 4000 مشاهدة. ولكن شوفوها بتمعن. أحلى إن شاء الله. تعليق جاني من الأشياء المهمة اللي لازم تدارك وتتونس فيها الآن، يقول لك الأخت I think إن هي بنت والله أعلم، تقول لك حلقة جميلة والكلام كله كان جميل في حاجتين أو جملتين إن قالت في محلها. فعلا مبدأ الزواج وعلاقة الزواج وحدها ما راح تتغير في أي مكان. هذا كلام أنت كنت تقولي، كنت في السعودية، كنت في السودان، كنت في إريتريا، الزواج نفس المبدأ موجود ما راح يتغير. أوكي. ناخذ كذلك رحم الله والدي، تقول لك جزاكم الله خيرا، موضوع جدا ثري وجميل ومفيد، واكيد ان شاء الله قناتكم راح تكبر وتتطور اكثر ان شاء الله. وانا انضم للي اقترحوا بفتح قناه طبخ. لا ما شاء الله تبارك الله، واضح ان نفسك كان جاد حلو وفي نفسك. نفسك ولا نفسك؟ نفسك حلو جدا يا نجاة، والقناه باذن الله بتنجح وراح اكون اول المشتركين. طبعا كإريتريا ما يحتاج اقول اني فخوره فيكم، وإلى مزيد من التقدم والنجاح. كمان جدا جميل أنكم تتلقون الملاحظات والنقاشات بصدر رحب، اي والله، وتحاولون تستفيدون منها، وأنكم تردون على المتابعين سواء في التعليقات أو في القناة، وهذا إن دل فيدل على رقي أخلاقكم. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله من يعرف في المستقبل يمكن أفتح إيش اسمه، بس خلوا الجنة تكبر شوية. أوكي. طيب أنا عندي هذه ناخذ تعليقات بعدها نغير موضوعنا. بس شفت الرد اللي احنا قاعد نقول تعليقات تبسط. أيوة. عندك أبحية تشلساوي بالإنجليزي قاعد يقول لك thank you very much family حياة for the video and if you can please talk تقرينا سالم حبيبي. عبد الرحمن على عيني وعلى راسي إن شاء الله، بس زي ما تعرف تقرنا ناتي شوية ضخم تعني بس أتعلم إن شاء الله. أبشر. طيب من عيوني. إيش رأيك إذا سمحتي وسوينا مثلا آخر فيديو دقيقتين سامبلينج، إيش ينفع معك؟ المشكلة مش على اللي ينفع معي، والله طلبك غالي خلاص يعني في المستقبل تطلعي انت لايف تتكلم تقريبا ان شاء الله. خلاص خير ان شاء الله. أبحي ردت عليك هي او يمكن نسوي لك حلقة خاصة ان شاء الله. ان شاء الله هو يبغى يستفيد صراحة ان شاء الله والله، او خلي سالم يسوي مختصر بالتقريب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خقبرني ان شاء الله عبحي حبيبي. طيب ناخذ شو اسمه عشوائي، بس خذي انت واحد عشوائي حتى انا ما اكون ظلمت الناس. يقول لك نجاة أحمد السلام عليكم ورحمة. دائما نجاة معنا صدقي سميتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والله أنت رجال بكل معنى. يكفي إنك تودي وتجيب أولادك من المدرسة من نص دوامك ومشاويرك مراتك، ما في أحلى من كده. شوفي هي اللي اختارتها كمان، شوفي سبحان الله عشان قلبي سعداء حبيباي على قولتهم. الله يحفظك نجاة أختي، هذا واجب علينا إن شاء الله، والشباب كذلك ما حيقصروا، حيسووا واجبهم بإذن الله. آخر واحدة عشان نجاة والله حرام. هذه حنين حسين. نتكلم حنين حسين. أنا هذه طبعا فاجأتني، هي بنت عمرها 12 سنة وما كنت أعرف إنها من الأهل يعني، فتواصلت معايا والمسج حقها بالإنجليزي طويل جدا فما راح بعرضه يعني. خلاصة كلامنا تقول أنا مبسوطة فيك يا عمي وإن شاء الله وسعيدة فيكم وقاعدة أتفرج عليكم إن شاء الله، وأنا قاعدة في مصر والله يحفظك يا حنين. ما أقدر أخذ الموضوع طويل كده، أنا شوية فيه برايفت حقنا يعني فهمتي لي؟ فعشان كذا إن شاء الله يسعدك يا حنين بنتي ويحفظك ويسعد لي والدينك إن شاء الله. طيب أنا بحاول على طول أمشي على إيش يا نجاة؟ على الفيسبوك. الفيسبوك حأتكلم على آخر مسج نزلته اللي هو كان عن لما حصل على 1000 مشترك ونزل في كذا قناة. أول أشكر كل مشرفين القنوات
المنتديات اللي سمحوا لنا ان احنا والجروبات اللي سمحوا لنا واعطونا الفرصه ان احنا ايش نقدم قناتنا عن طريق منتدياتهم. سمحوا لنا يعني نحن ننشر عندهم. ايوه. واحد من الاشياء المسجات الحلوه اللي جاتني يقول لك ناصر زينو يقول لك ارجوكم الله يحفظكم ربي يحفظكم مصدقكم ببلك كله مالتي الله يحفظكم انتم وعيالكم يا رب. كذلك الرهبة محمد إبراهيم بتقول مبروك تستاهل وإن شاء الله من نجاح لنجاح. آمين يا رب العالمين. معاكم الله يسعدك. وسميرة صالح هذا تعليق جميل جميل. ألف مبروك عليكم هذا الحشد الغفير الذي أصبح يتحرى ويترقب كل فيديوهاتكم الجديدة بفارغ الصبر إلى الأماء والعلياء دوما. نجوتا بهورك أضاف لوك جميل للفيديوهات. ربي يسعدك حبيبتي. الله يخليك يا ربي والله تسلمي والحمد لله. يعني لما أسمع الكلام هذا بقول يعني حلو لما تظهر وتضيف شيء. فكنت أتمنى أن ظهوري في الفيديو يكون إضافة إن شاء الله وما أندم عليه. طيب أنا حقفل بآخر مسج جاني عن طريق الانستغرام وهو من الأخ سالم هذا حبيبي وكمان سميه يعني. يقول لك شوفوا الكلام اللي قاله انا هقوله زي ما هو وسامح لي اخ سالم وما حجيب اسمك. طيب اقصد ما حجيب المسج. يقول لك انتوا دقيتوا في الوتر الحساس واحلى موضوع قال لك الرجال اللي يدخل الحرمه ويساعدها في المطبخ. يعني هذا ايش قاعد تقول انت؟ قاعد يقول لك ها طبعا الا من رحم الله. كيف يعني؟ استني هو قاعد يستغرب يقول الرجال اللي متى يخش هذا المفروض يسويه يقصد يعني فهمتيني. فيقول لك طبعا الا من رحم الله. فقر هندي درفي فقر حبشة صرفي. قال ويضحك قاعد على الكلام اللي انت قلتيه او هو قال. انت قلتي المثل اللي فات هذا اذا هو يقصد حعيدها بجد. لا اللقطه لازم تنقص طفيها عشان اعيدها مره ثانيه. خليها زي ما هي. اوكي خليها زي ما هي. فالمهم الظاهر هو يقصد ايش يعني جاتني مثل يقول لك ايوه هذا قاعد يقول مثل موجود. اوكي انا فكرت الاسبوع اللي فات انت قلتيه. لا هذا مثل انت من الامثال انت. ما علينا انا الاسبوع اللي فات ما جبت انت. الله يحفظك يا اخوي سالم وسالم قاعد يتكلم معنا من الصين صدق بالله. شفت قلت لكم يا الصين يا المغرب يا فالمهم يقول لك استني صوماليا من الكل. فقر هندي درفي فقر حبشة صرفي. يقول لك انا كذا احبها لما اسبها. سبحان الله. هو طبعا قاعد يضحك. يقول لك احلى موضوع لعل بعض الناس تفهم كيف تحتوي الزوجة مو يخليها عبدة عنده. أتمنى تتطرقوا في هذه المواضيع عشان مجتمعنا يفهم العلاقة الزوجية. بارك الله فيكم انتوا المنبر والكابلز الحلو والممتع. صرتوا ننتظر يوم الجمعة بفارغ الصبر. يقويكم ربي. الله يبارك فيك يا أخوي سالم. الله يسلمك والله كلام من جد. مع انه في بعض اشياء انا قاعد اضحك امزح فيها بس. والله في يعني ان شاء الله نكون زي ما قلت يعني ان احنا نكون المنبر وانتم تكونون ان شاء الله نكون قدمنا الواجهة للعائلة او للزوجين اللي يكونوا ان شاء الله اعطوا صورة حلوة ومثل حلو تشجيع لعوائل ثانية او الطرفين او الزوجين يكون بينهم خلاف أو يكون إعادة النظر في علاقتهم وفي زواجهم. طيب بكذا نكون احنا انهينا الحلقة. ملخص سريع بعد ما يزوج ايش قلنا؟ المهر ما يكون غالي. سؤال جيد عن بسم الله هذا عطس علي ولا ايش؟ السؤال الله يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالك. لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما حق الصراحة حطلع زي ما هي. كل الحمد لله والشيء. الحمد لله. يرحمكم الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. وعد ان شاء الله هروح بعد لما اجيب ليالي. تروح الصيدلية اجيب. طيب ايش قلنا الحين سريع نجاد؟ فقلنا اول شيء السؤال هذا طبعا للأهل
تمرعوك ما تصن كله أبونا أدل تصبو قرم كحد كله مني سبعي زي انت أيو تصبو صراحة اللو ديو كمبور ديو تعيديو فرح رد بديو أقولها بالترجمة بالتقرين حتى إيش يمكن نفيد فيها أكثر إن شاء الله. أيوة. ثاني الثانية يلي هو لا تغلوا المهور. مهور حاولوا أنتوا يعني ما بعرف بالارجاع، عشان كذا قلنا لك يا عبد الرحمن أنا عندي مشكلة مع مهر إن شاء الله كان تبغى نكلم عن يعني قزمي هذا لما الرجال ولا ما بعرف. المهم مهر حتى المهم المهر خبريه بقول ايوه طبيعي كون كله نورمال تدخلوا الشغال ان شاء الله وتيوم ابنا الدن ولا تاكل عاسي خذ قبلوا له لان انا عاخ وجه يعني بنظره اوسع ان شاء الله. ف الثالثه اخذنا يلي هي ايش اخذنا؟ ايش تكلمنا عن عرفنا والله تكلمنا عن صدقي عموما راجعوا البتاع زي ما قلنا احنا هو الكلام كان كثير وزي ما قلت لكم حلاوتها بقهوتها وتشعبنا كثير وشفنا باشياء كثيره ويدلنا على شيء هذا والله يدل على عفويتنا ونحن قاعد نتكلم لا ورقه وقلم ولا شيء تعالوا بالله هذا الورق هذا القلم وجيت اكتب قلت يا ربي انا ما احب كذا اتكلم الف خاطري ما نبغى نتقيد ولا حابين نكتب 1 2 3 ولا. والفكرة الأساسية مش هي تجربتنا الصح، لا التجربة الأساسية فتحنا موضوع اعتبروها موضوع دردشة. يوم الجمعة ناس كثير الحين قاعد تقول لي والله يا سالم أخوي نحن قاعد نحط القهوة زيكم. كلام هذا حصل ولا لا؟ صح. ناس من أستراليا ناس من السعودية قاعد يقول نحط القهوة عشان نسمعكم. كندا السويد كل والله النرويج الكل. فخلوها بدل ما نتكلم زقير نتكلم بموضوع مهم يفيدنا نحن حياتنا يعني مشاكلنا يمكن يكون سبب للتغيير. يمكن يكون يعني الجلسة هذه تكون سبب ان الشخصين ثانيين زوجين ثانيين يفتحوا قلوبهم لبعض يحلوا مشاكلهم. يمكن يقولوا احنا نكون الشمعة اللي ضوت وانتوا تكملوا الطريق. الله يحفظك والله يمكن احلى كلمه قلتيها نجاس بصراحه. ما تاخذوها كابلز لا نحن كذلك عندنا في البيت عندنا مشاكل عندنا سوء تفاهم عادي ولكن لازم نحن ناخذ من يعني الاشياء النيجاتيف اللي عندنا نحولها لايش؟ لبوزيتيف. والبوزيتيف هذا انتوا صح. انتوا والله العظيم انتوا يعني يشهد الله الحين قاعد اشوف الساعه انه ساعه الدوام حانت لكن قاعد أقول ما في مشكلة خلينا نكسب إن شاء الله بنية الأجر إن شاء الله وبنية إنه إيش التوفيق كذلك نجاة. كل هذا اللي قاعد تعمله والله الفكرة فيه إنه نسحبكم أنتوا وتتابعوا الفيديو من أوله لآخره وتستفيدوا والله العظيم. لأنه كثير من الناس يقولوا والله يا أخي أعطينا أدلة شرعية وهدينا. أنا أقول أنا ماني مو شيخ حتى ولا إحنا دكاترة ولا أخصائيين اجتماعيين ولا احنا أخصائيين اجتماعيين ولا دكاترة نفسيين. يعني هذه كلها يمكن ما حد يدري. يمكن احنا نكون أكثر وضع بصمة أو أكثر تتقبلوها مننا. فإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وإن شاء الله نكون خفيفين ونكون إن شاء الله قدمنا شيء يساعد ولو شيء بسيط. طيب والحلقة كذا تكون أنهيناها إن شاء الله وكملت بإذن الله بكل نقاطها إن شاء الله تكون مفيدة. أيوة. اللي ما شارك الحين ويعمل سبسكرايب واللي ما سوى لايك يسوي لنا لايك الله لا يهينه. وإن شاء الله نتمنى إن الحلقة هذه ترتفع مشاهداتها 4000 إن شاء الله. أقوى فيديو سويناه كان 3000 هذا إن شاء الله يضرب 4000 بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. فنشوفك إن شاء الله الحلقة القادمة الأسبوع القادم نشوف إذا الحلقة هذه ضربت 4000 راح نواصل إن شاء الله. إذا ما موضوع جديد لا راح نكمل إن شاء الله مو عشان هذا بس تحفيز وإن إحنا سويناها وجينا ل3000 يعني نقدر نسوي 4000 مشاهدة. على فكرة أنا اكتشفت إيش إني قبل ما أقفل لا خلاص أكل خلاص. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسونا من قولة ما شاء الله تبارك الله
والحمد لله. وفي إضافة راح نضيفها إن شاء الله أها. لجنى بنتي، إيش وجه؟ لأنه هي ما شاء الله لحياة وتبارك الله لعزيز والحمد لله لفهودي وهذه الليالي. لولو. ففي جنى ايش حنقول؟ ايش راح نقول؟ الحمد لله. لا اللي هي ايش؟ اللهم بارك. اللهم بارك. قولوا لنا اللهم اللهم يبارك بارك لنا بإذن الله. ويبارك لكم وإن شاء الله يا رب الجنة تحفظ. اللهم بارك. إن شاء الله يعطيها طولة العمر وتكبر. صدقوا بالله هي تقول دائما الله أكبر. تقول تسجد. إن شاء الله. anyway شوفكم على خير إن شاء الله. الله يسعدنا ويسعدكم إن شاء الله ويكتب لكم فيها الوصايا الثلاث لا تنسوها. شوف سالم يتكلم كثير. السلام عليكم ورحمة الله. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا بقول ما شاء الله تبارك الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. كانت حلقة حلوة أعتقد إن شاء الله نكون وفينا فيها ولا لا؟ إيش روح الصيدلية الله يخليكي. اليوم كله قاعد تقولي كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم.